السلام عليكم يا صبايا، كيفكن؟ شو الأخبار؟ رجعت لكم بفيديو جديد. بس في البداية قبل ما نبلش، إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وطبعا لا تنسوا تحطوا لي لايك وتعليق حلو مثلكن. يلا نبلش فيديو اليوم. إن شاء الله رح أفرجيكم الأجواء مع رفيقتي. قضيت يوم كامل معه. شلون هيك يعني كانت الأجواء معه. طبعا شفت رفيقتي بعد غياب، مع انه هي باسطنبول، بس سبحان الله يعني ما صار لنا مجال نشوف بعض لاني بيتها بعيد عن بيتي. طبعا هون انا كنت عم بلف اليبرق بجهزه قبل بيوم. مثل ما بتعرفوا اليبرق الحلبي نحن يعني بنطبخه على نار هادية ويعني مدة طويلة. هلا في ناس بيطبخوه يعني 3 ساعات 4 ساعات، بس يعني انتو جربوه شي مرة مثلا وتركوه على نار واطية 10 ساعات 15 ساعة بيتحمل عادي. وبيطلع الطعم غير شكل. هون كنت أنا بساوي يبرق لأنه رفيقتي حكت معي حامل، وقالت لي إنه مشتاقة اليبرق. قلت لها لعيونك. المهم حددنا وقت يعني إنه مناسب إلها وإلي إنه مشان تيجي لعندي. وهوني قبل بيوم قلت لكم أنا بجهز اليبرق بلفه، وهون جوزي عم بصورني. بالنسبة للحشوة نحن بنحط له بس بهار وملح، طبعا بنكتر بهار وملح ولحمة ودهنة، وانا بحط له سمنة وزيت يعني انه بيطلع ازبط. بس يعني بكتر دهنة كتير. هون جوزي كان عم بسوي كستنة، فحبيت اصوركم هيك مقطع واذكركم بايام سوريا، بس كان انه صوبة مازوت. شوفوا كيف انا بمون اليبرق يا صبايا. طريقته كتير سهلة هيك بحاله بدون لا مي، لا بحبه بالفريزر ولا بحبه بالمي. بطلع بجنن يعني. الله يذكرها بالخير، بنت حماية علمتني هالطريقة، وفعلا من وقت ما جربتها ما بقى أعمله إلا هيك. طبعا يا صبايا شايفين هلا اليبرق أنا كله مربطته بالتربيط أحسن، مو بضل على النار فترة طويلة. فإنه هيك يعني ما بيفرط. أول شغلة، والشغلة التانية إنه بدك تنقضيه تشيليه يعني من الطنجرة. طريقتها كتير سهلة يعني، بالشوكة بتشيلي كل سرة بسرتها. والحبة قلتلكم هيك بتكون محافظة على حالها، يعني هي دوبانة بس بنفس الوقت محافظة على حالها. لهيك أنا بحب أربطه. في منهم بيربطوه في منهم لا، بس أنا إنه قلتلكم بحب أربطه. هون صرت أحط العظام بالطنجرة. طبعا هو يعني أحيانا بنحط عظام، أحيانا بنحط شرايح دهنة، بنلف اليبرق بشرايح دهنة حسب يعني الوضع بنعمله. بس إنه يعني أقل شيء إنه نحط عظام، ما بنحط إنه الطنجرة هيك لحالها، إنه بدون ما نحط تحت اليبرق شي. فهون قلت أعملهم غسلة للعظام يعني. أخدت الطنجرة غسلتهم هيك غسلة ورجعت بعدين صرت أصف اليبرق. طبعا أنا غير التوم الحب بحب أدق شوية توم وأحطه. بيطلع بالمرقة هيك طيبة يعني، التوم المهروس مع التوم الحب.
هون حطيت تقريبا 4 5 توم مهروس. وهون كان مقشر لي جزء جوزي التوم يعني، فحطيتهم لبن ما يكمل لي الباقي. وكمان هون عصرت تقريبا 4 ليمونات وحطيتهم. هلا ليمون لحاله ما بكفي، كمان بده ملح الليمون، حمض الليمون يعني. بس انه يعني حطوا ليمون بيعطي طعم اطيب من عطاء ملح الليمون. طبعا هون انا كمان حطيت ملح وملح الليمون. هون جوزي خلص لي تقشير التومات، صرت احطهم. طبعا هن ما كتير، انا كتير بحب التوم جنب اليبرة، ولسه يعني انا بحط اكتر من هيك. طبعا انا هون حطيت مي مغلية اختصارا للوقت يعني، مشان ما يطول كتير لحتى يغلي. طبعا هلا حطيته على نار عالية لوقت ما يغلي. بس غلى بنحطه اوطى شي، حتى الراس تبعيت الغاز بتختاروا اصغر يعني، وبتحطوه على الواطي على الشمعة، وبتتركوه تقريبا 10 ساعات حسب انتو ايمت بدكن اياه. هلا انا تركته بس 8 ساعات لاني مستعجلة عليه. هاي المنظر بعد تقريبا 7 ساعات ونص، شي بشهي. شوفوا، هذا يلي على الوش توم مهروسة ماله رز. وهي تاني يوم الصبح. طبعا من هذا نفس اليوم اللي اجت عندي رفيقتي يعني. هون سلمنا على بعض، كانت يا حرام مبوظة من البرد. بعدين قمت أساوي قهوة هيك نشربها سوا يعني. هون سويت القهوة وقعدنا نشربها على رواق. أما إيش رواق مع الولاد غير شكل. بس يعني إنه يعني قعدنا نحن، وحطينا طبعا فيروزيات الصباح اللي هي أغاني بيبي وطيور الجنة. بتعرفوا انتو ما بصير بلاهن هدول الأغاني. هون والله بعد ما قعدنا وشربنا القهوة وخلصناها وما عرفنا حدا من شرنا. قلت صار لازم يعني وقت الغدا. قمت صرت أجهز الغدا. صبيت المرقة تبعت اليبرة، وبعدين صرت أنقض اليبرة وأشيل الخيوط عنه. الطريقة كتير سهلة. يعني الخيوط انتو يعني ما بتعرفوه هيك، لا بتشيلوه أول ما تاخدوا الصحن على السفرة يعني، بتقصوه بالسكينة وبتسحبوه. طبعا يا ريتني أوصل لكم الريحة، بس قد ما إنه عبت الدنيا والبيت كله صار ريحته يبرق. والله بعد ما تغدينا وخلصنا وجليت الجليات، قلت صار بدها بقى قعدة. بس قبل القعدة أجهز هيك شوية نقرشات وصحن فواكه هيك أدلل فيه رفيقتي الحامل. هون بلشت أجهز. بقولك المثل قال يلي بفرط لك رمان لا تفرط فيه. فرفيقتي أكيد هلا عم تسمعني، فلا تفرطي فيني ها. هون قلت بعدين بأجل تقشير الفواكه عشان ما يغمقوا، عشان ما يسودوا يعني. أول شي بجهز باقي الشغلات، وبعدين آخر شي بحط الفواكه.
شوفوا هاي بودرة الشدر كتير طيبة مع البوشار، يعني أنا صرت أحب البوشار من ورا هاي البودرة. هاي بتستعملوها كتير شغلات، مو بس بوشار، يعني أنا بسويها مع صوص الشدر، بستعمل هاي البودرة، وبستعملها وقت أسوي بهارات للبطاطا، للبطاطا المقلية يعني، أو بستعملها مع البوشار أو الشيبس المقلي. أحيانا بقلي شيبس مثلا بحط له من هاي البودرة. بتلاقوه عند السوري، أي ماركت سوري بتلاقوا هاي البودرة، يعني ما شرط نفس العلبة، بس يعني إنه بتقولوا له بدي بودرة الشدر بيعطوكم نفسها. هون صرت أعمل هيك، يعني أحاول أعمل موديل حلو بالفواكه، إنه أزينهم يعني. هون قلت بحط كل شي على نفس السفرة، يعني مشان ما نقطع حديثنا كل شوي وكل شوي أقوم. قسمت من الجاتو اللي عملته قبل بيوم، هون صرت أحطه كمان. وهون رفيقتي الله يرزقها كانت جايبتلي حلاوة الجبن، قلت كمان أحط منها. وهيك السفرة صارت جاهزة. خبروني بالتعليقات انتو لما بيجوا عندكم رفقاتكم شو بتعملوا أكلات، يعني عجبك اليبرع؟ طبعا. تقييمك؟ منظوم 10/10. 10/10. والله 10/10. حيف الرفقة، حيف الرفقة، 10/10. لازم 1,000,000 على 10. اكتر من هيك ما صعب على فكره، ناقصه شويه حمض. ناقصه شوية حمض. لا قلت لك القناه يعني وبعصى انت. لا والله، بالله قولي عليه يعني. ولا طيب، اطيب من الشامي. أطيب من الشامي؟ ايوه الشامي نفسه يمكن بس بحطوا له عصفر. بس هم؟ هيك بعرف. طبعا أنا لسه ما بعرف مين متابعيني، وما بعرف إذا في من الشام إلا من حلب، بس الله يستر ما هلا بعد ما أخدت رأي رفيقتي تصير معارك بين حلب والشام، إنه هو اللي يبرأ أطيب. هون بعد ما تيسرت رفيقتي وراحت من غير شر، قلت أقوم بقى أتفضل على البيت. جليت الجليات، وهون كنت عبساوي الفرن، وطبعا لسه ما رحت على الصالون، وبناتي كانوا اخدين راحتهم على الأخير، وهلأ بتشوفوا الخراب اللي عاملينه. طبعا رفيقتي هي شامية، لهيك عملت مقارنة بين اليبرق الحلبي والشامي. طبعا كلياتنا بس نشوف مطبخنا بهالحالة راحة نفسية لا توصف. شوفوا بناتي ايش عملوا، طبعا هاي جزء من اللي عملوه،
صورت لكم بس الصالون، خرابي حرفيا خرابي. هون لميت الألعاب وصرت جبت المكنسة الكهرباء وصرت أشفط طبعا الديوانات والأراضي. وبعد ما خلصت تنظيف نيمت بنوتاتي واستنيت جوزي يعني، وبعدين اجا جوزي حطينا العشاء، تعشى، قعدنا شوي وبعدين حطينا راسنا ونمنا. عم بحكي لكم لاني انا مالي مصورة البقية يعني بقية الشغلات. وهون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا طبعا تحطوا لي لايك وكتبوا لي بالتعليقات من وين عم بتتابعوني، وكمان لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا أول مرة بتشوفوني. يلا سلام.